السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا وصفه ديال القرص او القراجل، وصفه مضمونه 100%، يعني غادي تجربوها ومن اول تجربه غادي تعجبكم النتيجه. القرص اللي كيجي خفيف بزاف بحال القطن، كيجي لذيذ، يعني داكشي اللي كتقلبوا عليه غتلقاوه ان شاء الله في هذا الفيديو هادي. نتمنى انكم تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلايك، وإلا مازال ما اشتركتوش في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. غنبداو على بركه الله، وغناخذ بول غنوضع فيه جوج ديال البيضات كاملين، وغنزيد عليهم البياض ديال جوج بيضات، يعني في المجموع ندير 4 ديال البيضات، جوج كاملين وجوج غناخذ البياض ديالهم، والصفر غادي نخليه باش ندهن به القرص في الاخر فاش نبغي ندخلو الفران. غادي نضيف عليهم راس معلقه صغيره ديال الملحه وكاس ونص ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر ممكن تنقصوا من الكميه وتكتفيو بكاس واحد. غنحرك هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم، وغنزيد كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وغنحرك حتى كتنسجم ليا مع المكونات اللي عندي من قبل. ومن بعد غادي نضيف نص سيترو ديال الحليب يكون دافي، وغادي نزيد عليه جوج معالق كبار ممسوحين ديال الخميره حبوب. كتبقى بطبيعه الحال على حساب الجو، ولكن في هذا الجو تاع هاد الايام هذه اللي كيكون هكا شويه باقي ما باردش بزاف، فرانا ضفت هنايا جوج المعالق كبار كما كتشوفوا ما عامرينش، يعني جوج المعالق ممسوحين ديال الخميره، الخميره حبوب، الخميره ديال الخبز. غنخلط هاد المكونات وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الزنجلان ومعلقه كبيره ديال النافع. ممكن تضيفوا حتى حبه حلاوه، وممكن تزيدوا حتى معلقه اخرى ديال الزنجلان، غير ما تكثروش بزاف من الزرارع باش ما يتقلوش لكم القرص ديالكم ويجيكم مدقس في الاخر. بالنسبه للزنجلان فرانا ما محمراه ما حتى شي حاجه، الزنجلان كناخذو هكا كنضيفو، وفاش كيجي طيب مع القرص راه مع الصهد ديال الفران فراه كيزيد كيتحمر وكيطلق ديك النسمه ديالو. من بعد ما كنخلط المكونات اللي عندي كلهم مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم، هنا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق الكميه اللي عندي اولا العبار عندي هنايا كيلو، ولكن كما كنقول لكم دائما راه كيبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. هنايا بعدا رانا واخده كيلو ديال الدقيق الفورس نوعيه جيده، ضروري ما يكون ديال الحلويات. ممكن يدخل لكم كيلو و50 غرام مثلا، ممكن يدخل لكم كيلو قل 50 غرام، كتبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. انا هنايا دخل ليا كيلو نيشان ديال الدقيق. دائما كنبقى خدامه غير بالفوي، في الاول كنضيف الدقيق شويه بشويه، كيبدا الخليط ديالي كيبان ليا كيتقال، هنا غادي نخدم بيديا. بالنسبه للقوام ضروري ما الخليط ديالنا اولا العجينه ديالنا تكون خفيفه، تكون كتلصق في اليد. هنا راه غادي يبان لكم القوام كيفاش كيكون. غادي نضيف الدقيق ومن بعد غادي نبدا نخدمو بيديا. انا تعمدت هنا ما نخدموش بالعجانه باش تشوفوا الناس اللي ما متوفراش لهم العجانه والخليط اولا العجين تيكون خفيف بزاف غيشوفوا كيفاش غندلكوه. كنبقاو كنضربوا في العجين بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا حتى كيبان لينا لان راه الدقيق انسجم مع المكونات، ولا عندنا واحد العجين اللي تيكون ملس يعني وتيولي ما كيتقطعش، تيولي شاد. فاش كنسرحوا العجينه كتبان لينا راها شاده في بعضياتها. نتمنى يكون الشرح واضح، ولكن راه الصوره راه موضحه كلشي. بقاو تضربوا فيه شويه بشويه، واخا يبان لكم راه كيتلصق خليوه هكاك، لانه فاش غنحطوه يخمر راه كيزيد الدقيق ديالنا كيتشرب وكيزيد كيتجمع. يعني ما تقولوش لا راه خفيف غنزيدوه الدقيق، حيت الا زدتو الدقيق في هذه المرحله هذه القرص ديالكم غيجيكم ثقيل فاش طيبوه، وممكن حتى انه يجيكم مدقس. بالنسبه للمعجنات كلهما قد ما خلينا العجين ديالنا خفيف وكيتلصق قد ما كتكون النتيجه زوينه بزاف. كيجينا لا القرص ولا البريوش ولا الخبز ولا اي حاجه، يعني جميع انواع المعجنات العجين ديالهم يكون خفيف كيتلصق في اليدين، كتكون النتيجه ان المعجنات ديالنا القرص اولا البريوش اولا اي حاجه كيجيونا خفافين، كيجيونا مقطنين من الداخل.
كتشوفوا معايا هنا كي تيولي القوام ديال العجين ديالنا من بعد ما خدمتها مزيان وتدلكات مزيان. دابا غادي نردها للبول فاش درتها في الاول، غنغطي عليها وغنخليها حتى تخمر لي مزيان. ضروري ما نخليوها تاخذ الوقت الكافي في الاختمار حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالها وكيطلع ليا العجين ديالي مزيان، عاد ممكن نخدم به. من بعد ما كيخمر ليا العجين ديالي كما كتشوفوا هنا راه تبارك الله ما شاء الله، خليت وخدا الوقت الكافي باش يتضاعف ليا الحجم ديالو بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا نشكلو كويرات. غتلاحظوا بان القوام ديال العجين ديالنا راه خفيف، يعني مازال خفيف. هكا خصو يكون، يعني راه ما كاينش شي سر اولا شي مقادير اللي ممكن تخلي لكم القرص ديالكم يخرج خفيف ومقطن، الا ان القوام ديال العجين خاصو يكون خفيف بهذا الشكل هذا. يعني تبعوا غير المقادير اللي عطياكم وراه ان شاء الله النتيجه راه غتكون زوينه بزاف وغيعطيكم واحد القرص اللي هو خفيف ومقطن ويعني اسفنجي من الداخل. هنا باش تخدموا براحتكم غادي دهنوا سطح العمل شويه بالزيت وغدهنوا حتى يديكم، غير هو ما تكثروش الزيت بزاف، يعني غير شويه الكميه اللي تخليكم تخدموا على خاطركم وما يبقاش يتلصق لكم العجين في اليد ديالكم. دابا غادي نبدا نشكلوا كرات، كل كره تقريبا غادي ندير فيها 45 غرام. هذا العبار هذا راه هو اللي كيكون في دوك القرص اللي كتشوفوا في المخبزات الصغيورين هكا. القياس ديالو راه 45 غرام، كتجي كافيه وكيجيو زوينين وكيجيو متولين حتى في الحطه ديالهم. غنعبرهم كلهم حتى كنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد رانا غادي نبدا نشكلهم. راه الفيديو يعني الشرح نفسه الصوره راه واضحه، غتبقاو تشكلوهم شويه يعني كتشوفوا كيفاش كنجمع الكره. كنبداو غير شويه نجمعوهم من الجنيبات، كنبداو نجمعوا فيها الفوق حتى كتشكل لنا كره. غير هو كما قلت لكم ضروري ما تدهنوا شويه يديكم وسطح العمل بالزيت النباتيه. غنستمر هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كاملها. كنشكلهم كرات وكنحطهم في اللاطه اللي غادي ندخل الفرن، يا اما كنفرش ليها ورق الزبده يا اما كندهنها بواحد شويه ديال الزيت. كنخلي الكرات ديالي كيرتاحوا تقريبا واحد 2 دقائق غير باش يعطيونا الطوع فاش كنبغيو نبسطوهم، ومن بعد دائما وانا دهنه يديا بشويه ديال الزيت كنبدا كنبسط فيهم. ضروري ما تبسطوهم باش ما يجيوكمش منفوخين بزاف، حيت فاش كندخلوهم للفران راه كيتنفخوا لينا مزيان باش ما يجيوش عاود معمرين بزاف بهذيك البابه. فبسطوهم كيجي القياس ديالهم هو هذاك. الا بغيتوهم يجيوكم في نفس القياس ديال الذره ديالهم ممكن ديروا واحد السيركل اللي تحطوها وتبداو تبسطوا فيهم على قياس هذيك السيركل، راه كلهم كيجيوكم من بعد قياس واحد. انا هنايا راه يعني مولفه عينيا ميزاني فكنبسطهم راه كيجيو تقريبا قياس واحد. غادي نبسطهم كلهما وغنغطي عليهم نخليوهم حتى كيختمروا لينا كيتنفخوا لينا واحد شويه. ما تخليوهمش يخمروا بزاف، حيت الا خليتوهم يخمروا بزاف راه فاش كتدخلوهم للفران كيبداو كيطرطقوا لكم وكيتشقوا لكم من الفوق. من بعد ما كيخمروا لينا دابا غادي نبداو ندهنوهم. كناخذ داك 2 ديال الصفار البيض اللي خلينا في الاول، كنضيف عليه شويه ديال الحليب كنحركو مزيان، وهنا كنبدا ندهنوهم كلهم مزيان ورش عليهم شويه الزنجلان. غنهضروا شويه على الطريقه ديال الطياب، حتى هي راه مهمه باش القرص ديالنا يجينا خفيف ويتنفخ لينا ويجينا هو هذا. اول حاجه كتسخنوا الفران مزيان. الفران هذه راه حاجه اللي كنقولها لكم دائما في جميع انواع المخبوزات، قد ما سخنتوا الفران يعني ماشي يكون سخون بزاف باش ما يبقاوش يتشقوا لكم، ولكن الفران ضروري ما يكون سخون. كندخلوهم اللاطه ديالنا كنديروها في الوسط، يعني العافيه من التحت تكون بعيده عليها شي شويه، عافيه اللي هي متوسطه، وكنخليوهم كيطيبوا كيتنفخوا كيتحمروا لنا من الجناب على خاطرهم، يعني كنخليوهم حتى كيبانوا لنا راه بداو كيتحمروا لينا من الجناب. من بعد غادي نشعل عليهم العافيه من الفوق ونخليهم حتى كيتحمروا وكنخرجوهم تيجيو هائلين بزاف، يعني كيجيو واحد الخفه فيهم، تيجيو مقطنين ما كيجيوش مدقسين نهائيا، تيجيو خفافين. ان شاء الله تجربوهم وانا متاكده بانهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وهذه كتكون هي النتيجه النهائيه كما كتشوفوا معايا. قرص ديال تحمير الثلوجات تيجي اكثر من رائع، غزال بزاف، لا في الشكل لا في القوام لا في المذاق. يعني قرص كما كتشوفوا معايا راه خفيف. هنا راه ماشي كي خرجتو من الفران خليته حتى برد،
يعني تيبقى محافظ على التراوه ديالو، كيبقى محافظ على الخفه ديالو. تخليوه يعني شحال ما بغيتو ما كيبقى ما كيبش كيف ما كنقولوا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ راه ممكن تجمعوه في بواطه اولا بلاستيكه اولا وتدخلوه الكونجيلاتور الوقت اللي غتبغيوه، غتخرجوه غتخليوه حتى يديكونجلا. سخنوه غير الفران اولا البانينوز ودخلوه في داك الصهد ديال الفران مثلا، راه كيرجع بحال الا يلاه طيبتوه وغتحطوه شي حاجه اللي هي زوينه. انا شاركت معكم الوصفه كما انا معتمداها من شحال هادي، عمرها كتحشمني، دائما كنحصل على نفس النتيجه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي مقطن من الداخل، صدقوني وصفه اللي اكثر من رائعه. بغيتكم انكم تجربوها، ما تنساوش اي وحده جربتها صيفط ليا وتخلي ليا الراي ديالها في التعاليق باش تشجع الناس اخرين انهم يجربوها. وصفه مضبوطه شاركتها معكم من القلب، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم.